يعني سألت وجاوبت على يعني تقريبا جاوبت على عادي جدا. شوف، أنا لو لقيت اللاعبين بالضبط اللي يفرضوا أنفسهم، ما أقولش في شق ربما في بعض الخطوط، واقصد اللعب الخط الامامي، اذا كان لاعبين اللي يقول لك انا خلاص انا هو اللي يثبت روحي، فليش قاعد نبدل التغيير ما نجمش نغير مجرد التغيير. صحيح قاعد نلوج بانت في مباراة تونس يعني كان عندنا نقص او غياب لل ليفيكاسيتي اوفونسيف. نعم، الفاعلية الهجومية. شوف الأمور هذه يعني نشكرك على السؤال، سؤال في محله، لأنه أنا اللي نتعايش فيه. احنا قداش عندنا تقريبا، عندنا مدة شهر، عندنا 3 مباريات إفريقية و3 مباريات يعني في الدوري. عندنا عناصر جديدة دخلت بمستوى جاهزية متفاوت، فما اللي جاهز، فما اللي مو جاهز، فما اللي معاقب. في نفس الوقت لازمك تعمل نتائج، مطالب باش تقوم بنتائج، لابد ان تفتش عن الحلول في ظل كل هذه الاشياء، لا جاهزيه او عدم جاهزيه، تتالي المباريات. ما ينجمش يكون فما انصهار، لانه انصهار وقتاش يكون؟ وقت اللي يلعبوا تقريبا لاعبين 12 13 لاعب في مباريات متتاليه، ليزوتوماتيزم يسيفيكس بيناتهم واحد الكل، وبعد ينطلق الفريق. اذا كان باش نقول لك عادي جدا، عادي اللي في الفتره هذه ما زلنا ما لقيناش الامور والانسجام والانصهار بين المجموعه. اول شيء يلزمني نلقى شكون قريب اكثر من التشكيله الاساسيه. لقيت في بعض المواقع ما زالوا اخرين، والمباريات اليوم زادت انتفعت 100 تقريبا ب 70 او 80%، والحمد لله. وبعد بتتالي المباريات ان شاء الله باش يقع الانصهار. انا نتكلم بدون مبررات، يعني نتكلم بمصداقيه، واتوجه بذلك الى جمهور نادي الجيش الزعيم باش يطمنوا، ما يخافوش بالمستوى اللي يظهر به اللعيب. عادي جدا، اللاعبين عادي جدا، ونعرفهم في المباريات القادمه ان شاء الله باش يقدموا مستويات احسن بكثير من اللي قدمناه اليوم. قبل ما تخرجوا تابوناو على لاشين يوتيوب، بارطاجيو لا فيديو وديروا جيم، فعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد سوم تيفي، وما تنساوش تشاركونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.